وميه مغليه بقت تمطر عليا وانا سايق. I just want to say, when you fucked up, you fucking good. طيب يا رجالة، انتم على وشك تسمعوا اكتر قصة مرعبة في الحياة. يعني انا فعلا كنت لسه منزل فيديو، مش لسه منزل فيديو، نزلته من شهرين قاطع، بس مش مشكلة. فيديو عن اخطر موقف حصل لي في امريكا. لا، ده اخطر موقف حصل لي في امريكا. ده فعلا كان رعب. اللي حصل ان من اسبوع بالظبط واحد صاحبي اسمه كيفن من كونغو اتصل بيا. الناس اللي احنا بنلطشهم في كاس افريقيا كل شويه أنا دايما بفكره، بس يعني اتصل بيا قال لي بص يا حبيبنا، انا عندي اختبار قياده، عايز حد يوصلني. طيب انا معايا سياره وده صاحبي يعني، وانا متوقع ان هو يخدمني لما انا احتاج منه يخدمني. فقلت له اكيد. فين الاختبار؟ قال لي في لندن كنتاكي. لندن دي بصوا، انا دلوقتي مش في السكن الجامعه زي ما انتم شايفين، انا غيرت المكان. انا في لوفل. لوفل بالمناسبه هي المكان اللي محمد علي منه، محمد علي كلاي، وقلنا كده في اخر فيديو. البنت كانت من لوفل، من نفس المنطقه دي. She's from Louisville, which is the same place that Muhammad Ali is from. Oh So yeah, this is- Muhammad Ali is from my. Muhammad Ali. It's Muhammad Ali. Okay, I'm sorry, I'm fucking American. وبالمناسبة اسمها لوفل مش لويسفيل. عربي اللي هو كلاي. المهم انولد كلاي بتاريخ 17 يناير سنة 1942 في مدينة لويسفيل اللي امسك لوفل. بس بالمناسبة يا رجالة، بدر العلوي ده انسان فخم، حرفيا فخم، كل قصصه ممتازة. بس لوفل قرية العجائب. المهم لوفل هنا كنتاك ليكسينغتون هنا اللي فيها الجامعة واللي فيها صاحبي اللي من الكونغو، ولندن كنتاكي هنا. بين كل واحدة فيهم هم خط مستقيم، ليكسينغتون في النص، بين كل واحدة فيهم ساعة. فأنا عشان أروح من لوفل للندن محتاج 3 ساعات، أو يعني ساعتين. فمش مشكلة. كلمته وقلت له خلصانة ماشي. قال لي طيب الاختبار عندي الساعة 10 الصبح. قلت له مش مشكلة. صحيت الساعة 7، ركبت السيارة عادي خالص، مشيت من رحت من لوفل لليكسينغتون، جبت الولد، وطبعا أنا ماشي بسيارتي مستمتع مشغل أغاني كل حاجة تمام. رحنا لندن، وصلنا لندن، حول الاختبار بتاعه سقط رضا. فالمشوار ده كله على الفاضي، بس مش ده المهم. المهم انه وهو راجع انا نزلته. طبعا انا راجع لوفل وعلى طريق ليكسينغتون، فنزلته في ليكسينغتون وكملت طريقي. دلوقتي انا رايح من ليكسينغتون للوفل. قشطه الامور تمام. انا ماشي مشغل AC/DC وبتاع، ويعني متكيف على الاخر، نزل السقف، الجو حلو تمام. ماشي انا على الانر ستيت ده بيبقى طريق سريع، بيبقى بيوصل بين الولايات، فهو طريق سريع. يعني انت ما تقدرش تبقى اقل من 65 ميل. 60 ميل يعني 90 كيلو. الميل 1.6 كيلو، فنص المهم يعني ف90. فانا كنت ماشي على 80، فده حوالي 120. فانا كنت ماشي على 120. فالمهم ماشي انا، وبعدين فجأة الستيرنج ويل ما بقاش شغال. او انت عارفين الديركسيون سهل تحريكه. يعني انت لو حاولت تتحرك الديركسيون والسيارة مقفولة مش هيتحرك، او هيبقى صعب تحريكه لانك بتستخدم غشامتك فعلا في تحريك الديركسيون. لكن لما السيارة تشتغل بيبقى في حاجة اسمها باور ستيرنج، بيبقى في جهاز كهربي بيساعد ان انت تتحرك، بيديك قوة ان انت تحرك الديركسيون. فجأة انا لقيت الديركسيون تقيل، بس قلت يعني انت عيب احركهولك بالغشامة مش مشكلة. فبعد 30 ثانية بالظبط انفجار. ايه اللي حصل؟ انا ما اعرفش. موجة حرارة جاية بطريقة مرعبة يا رجالة، بطريقة مرعبة جاية من التكييف. موجة حرارة انفجار، موجة حرارة جاية كده. بحكي لكم بعدين يعني. بس الكولنت او كان في سائل التبريد، الناس بتحط ميه يعني، بس المفروض يبقى في سائل التبريد ده معمول عشان يمتص الحراره يعني. فده كان طرطش. انا سيارتي سقفها مفتوح، طرطش وميه مغليه بقت تمطر عليا وانا سايق. انا مش فاهم، انا ما لحقتش استوعب. قمت بالغشامه بحاولت الدركسيون جامد على اليمين، ونطيت بره العربيه، حتى ما قفلتهاش. نطيت بره العربيه
وسحبت بره البتاع انا اتبهدلت ابقى مش عارف اقدر اوريك ولا لا. المهم يعني ان جاء عندي ميه مغليه وقعت عليا في اتبهدلت انا. فانا طلعت بره العربيه بعد 10 ثواني كده، قلت استنى انا مش هسيب العربيه تتفجر، فرحت العربيه وطفتها. طيب ايه اللي حصل بقى؟ دخان مش طبيعي يا رجاله، دخان مش طبيعي. والفكره انا دلوقتي على الانر ستيت، على طريق سريع، طريق سفر، ما فيش اي حد، كل السيارات فيو، وانا في امريكا. يعني في خوف من الناس اللي بتبقى واقفه في الطريق، عشان بيقول لك ان كل الناس هنا عندهم اسلحه، زي ما قلت لكم قبل كده، كل الناس معاهم اسلحه، ممكن واحد يقعد جنبك وبعدين يقول لك اطلع بره السياره بالجي تي اي يعني. وقصص حصلت كده كتير، فما حدش بيقف لك في الشارع يعني. خاصه ان انا كنت لابس تانك، لابس فانيلة كوتونيل ومش عارف ايه، وشكلي مش اكتر شخص مسالم في الحياه يعني. فالمهم انا فتحت السياره وما فهمتش فيه ايه يعني. الرادياتور بيطلع دخان كتير، بس مش يعني. انا اللي فكرت فيه يا رجاله ان الموتور، ان الانجن اتفجر. وبالمناسبه انا سيارتي SLK، مرسيدس SLK. السياره حرفيا وزنها ولا حاجه، المحرك بتاعها V6 6 سلندر، فالسياره بتطير، السياره سريعه جدا يعني. والمحرك بتاعها قوي وتقيل يعني. فانا اعتقادي انتوا لو تفهموا المحرك بيتحرك ازاي، بيحصل ازاي، بيبقى فيه V6. V بتبقى شكل المحرك هو V، ففي سلندرات هنا، سلندر معناه اسطوانة، تبقى اسمها غرفة الاحتراق. ففي 6 منهم. السيارات الكبيرة ممكن تلاقي SUV. أنا سيارتي بكرسيين بس، ممكن تلاقي SUV V4 ب4 سلندر بس. 6 سلندر دي حاجة تقيلة في السيارة بحجم سيارتي. في غرف احتراق. فإيه اللي بيحصل بغرف الاحتراق دي؟ بيحصل أول حاجة اسمها intake أو injection. أول حاجة بيدخل هواء من برا السيارة، وبيدخل معاه بنزين في غرفة الاحتراق، بيتبخ، بيبقى فيه حتتين كده، بيدخل بنزين وبيدخل معاه هواء، بعدين بتتقفل. وبعدين إيه اللي بيحصل؟ السلندر بيترفع لفوق بالحاجة اللي بتحرك السيارة أصلا، حاجة تحت بيترفع، فبيحصل حاجة اسمها compression، بيحصل ضغط للغاز والهواء سوا. بعدين بيبقى في حاجة اسمها spark plug، مش عارف اسمها ايه بالعربي، بتعمل شرارة، فالغاز بيتفجر، فبيزق السلندر لتحت، فبيلف. ففي 6 بيعملوا كده، وبعدين بيحصل حاجة اسمها exhaustion، واللي هو بيتضغط تاني بيطلع العوادم، بيطلع من الاكزوست يعني. فالمهم انا شرحت لكم المحرك بيتحرك ازاي. ففي انفجارات بتحصل، فانا قلت حصل ميس فاير ولا حاجه، البتاع اتفجر، بس ده ما حصلش لان المحرك كان شكله عادي. فانا ببص لقيت ايه؟ سيربنتاين بيلت اتقطع، مش عارف اسمه ايه. السيربنتاين بيلت ده بيبقى حزام ماشي على الحزام رابر، بيبقى ماشي على اكتر من حاجه بتحركه. بيبقى اول حاجه معدي على المحرك، وبيحرك مليون حاجه معاه. بيحرك اول حاجه الووتر بامب، الحاجه اللي بتضخ الميه، اللي بتضخ سائل التبريد. بيحرك الالترنيتور ده اللي هو بيحول الطاقه الحركيه لطاقه كهربائيه عشان يشحن بطاريه السياره، عشان انوار السياره، باب الريموت، اي حاجه كهربائيه في السياره. برضه بيعمل حاجه اسمها الباور ستيرنج. فاكرين الباور ستيرنج؟ الغشامه، ايوه هو ده. المكيف، التكييف برضه بيبقى شغال، بس هي بتختلف من سياره بس يعني. المهم يعني ان ده حاجه مهمه فشخ لو انتم ما فهمتوش يعني. المهم فده اتقطع. فلما اتقطع ما بقاش فيه باور ستيرنج، فالمفروض افهم ان هو لما اتقطع ما اتحركش. بس انا حمار ما فكرتش، قلت الغشامه والمش عارف ايه، كان المفروض اوقف على جنب. بس زي ما قلت كان طريق سريع، وانت لما بتبقى في الطريق السريع ده انت ما بتبقى سايق، ما بتبقاش بتفكر قوي. اللي حصل بعد كده ان بسبب ان فاكرين ان انا قلت لكم بيشغل على الووتر بامب، فالووتر بامب ما بقاش يضخ ميه، فالميه بقت ساكنه، والمحرك قاعد ينفجر، فبيطلع حراره مهوله، 1000 سيليزي، حراره مهوله. فالبتاع ده قاعد يمتص حراره،
وفي انت عارفين اللي في ثانوي عارفين الغاز والميه، يعني لما الميه توصل لدرجه الغليان بتتحول لغاز، والغاز كل ما تزداد تسخينه بياخد الضغط بيزيد، دي معادله. فالحراره وسرعه الغاز دي بتزيد، ففجرت الراديتور. انا قاعد اقول راديتور وما قلتلوش ايه هو الراديتور ده، اللي هو اللي بيبرد السياره. الراديتور اتفجر. ايه اللي حصل لما الراديتور اتفجر؟ هو ده بقى اللي حصل، السائل التبريد اتضخ وعليا فاللي هو اللي هو ايه ده. المهم انا طبعا ما استوعبتش كل ده اول ما شفت السياره، بس فهمت ان لما شفت الحزام وقع فهمت ان البتاع ده، بس برضه انا مش شايف الحته اللي مكسوره من الراديتور، لان الراديتور في سيارتي جوه شويه، قدامه ترمستات ووراه مروحه، فما تقدر تشوف انها حته بلاستيكيه كبيره مكسوره من الجنب يعني. وانا ما ببصش على مين بيبص على الراديتور يعني، فاهم؟ ما كان المفروض افهم ان انا قلت مثلا الغطا اتفجر حاجه، بس يلا مش مشكله. المهم فانا وقفت وبطلع وما فهمتش، قلت بس انا في اللا شيء، في نص اللا شيء هموت. فاتصلت بامي الامريكيه. مين امي الامريكيه دي؟ قصه فيديو تاني. العيله اللي انا قاعد فيها دي في بيت عيلتي الامريكيه. المهم اتصلت بامي الامريكيه ما ردتش. انا قلت لو اتصلت بابويا الامريكي هيفجرني هيقتلني، فبلاش اتصل بيه. وبرضه مع اتصلت باخويا كيلب الامريكي برضه ما ردش، ما حدش رد. فانا قلت بس انا رحت فيها، ما اعرفش حد، جونا ما معه سياره، ما حدش هيقدر يجيبني، انا في نص اللا شيء. ففجأة راجل عجوز بسيارة قديمة كده، شيفرلي سيلفرادو، جا وقف جنبي وقال لي في حاجة؟ قلت له والله يا طويل العمر في حاجات، أنا مش عارف إيه اللي هيحصل، السيارة دي اتفجرت وأنا مش عارف هرجع إزاي با. فقال لي خلينا نبص على السيارة. فبص على السيارة، الحزام اتقطع. نو شيت يا والله الحزام اتقطع. قال لي مش هتقدر تحرك السيارة برضه معلومات. أم قال لي بص، في كنيسة قريبة من هنا، انت لو تقدر تزق السيارة تبقى حاجة كويسة. انا سيارتي خفيفة فقلت له مش مشكلة، وبدأت ازقها. والراجل عنده 72 سنة والله، قال لي ازقها معك. قلت له لا مش لازم. أم بدأ يزقها معايا وانا كنت محتاج يزقها معايا انت فاهم اللي هو ينفع هزقها مع لا مش زق. المهم فقعدنا نزق السيارة، واحنا قاعدين نزق، الراجل التعبان بيقول لي انا لسه عامل عملية قلب، اخدوا شريان من رجلي حطوه في قلبي. قلت له مش مشكلة كمل زق يلا نخلص الحوار ده وبعدين نبقى احكي لي عن المقاسي بتاع ده. فقال لي بص خلينا نروح نجيب حزام ونشوف. قلت له قشطة. فرحنا بحاجة اسمها اوتوزون، جبنا حزام ورجعت تاني قشطة. كل ده حر الظهر، بس هنا امريكا مش حر قوي، بس انا لسه في الصيف يعني في الشمس. استنى اوريكم. انت بتطلع ايه يا عم؟ انت بتطلع ايه؟ شرفه يبان ولا لا؟ مش باين. دقيقة. شايفين العلامة دي؟ ده من يوم البتاع. لو شلت التيشيرت اكتر هتبان الحاجات المغلية، بس مش مهم. المهم فالراجل قال لي تعال نروح نجيب حزام. رحنا اوتوزون، قال لي الحزام وادوني الدايجرام بتاع الحزام ازاي تحط الحزام على اي حاجة. فانا قلت قشطة ماشي. فرحنا واحنا ما معناش ادوات، انا مش عندي بشيل شنطة ادوات في السيارة دايما، بس يعني مش احسن حاجة، فمفيش ادوات. ورحنا نعمل السيارة. اول حاجه انا بغشامه يعني، انا عايز اخلص، انا فعلا انفعالي وكنت عايز اخلص، الدنيا حر ما حدش بيرد عليا وبتاع. فشلت الكبوت وحطيت ايدي بكل غشامه في نص البتاع. لا مش فاهمه ان المحرك يشتغل بدون تبريد مده كويسه، فحتى لو رحنا 10 دقايق ودينا انا حرقت. مش باين هنا، مش باين في الكاميرا، بس انا ايدي كلها ايدي اتحرقت.
فبغشامة يعني وقامت شلتها بإيدي يحرج. المهم قعدنا نحاول نركب الحزام. فكرة ان الحزام لسه جديد فضيق واحنا ما معناش الادوات اللي تخليني اقدر اعمل في حاجة في الاحزام اسمه التنشنر تقدر ترفعه وتحط عليه الحزام. انا مش قادر اعمل كده لان ما معيش الادوات الكويسه. فاحنا قاعدين وبالمناسبه الناس لما بتركب الحزام بيكونوا شايلين المروحه والراديتور فبيبقى عندهم وقت ان هم يتحركوا. فانا ما كانش الراجل العجوز ما كانش عارف يحط ايده اصلا لان ايده اضخم. انا ايدي ارفع اقدر احطها في الانجن بس ما عنديش تحكم كامل لان برضو المكان ضيق جدا. وبعدين المهم قعدنا نشتغل على الموضوع والراجل العجوز ده جاب واحد تاني راجل عجوز معاه وقعدنا نحاول نفهم الموضوع وفي الاخر انا عرفت اركبه. لما عرفت اركبه الرجال قالوا ايه دي روح طالب اليو كلهم قالوا يا جماعه لازم ناخدها الميكانيكي مش هينفع خلاص. انا قلت لا الفكره يا جماعه ان زي ما انا قلت لكم الحلاقه ب$40 الميكانيكي هيركب لي حزام هيخليني ادفع $300. فقلت له لا ما ينفعش. مش بالمناسبه انا لما رحت الاوتوزون انا ما كانش معايا فلس معايا الابل باي على تليفوني بس ما بيدفعش فلوس ما بيدفعش في اوتوزون او على الاقل ما بيدفعش في الاوتوزون الفرع اللي انا فيه. فالراجل دفع لي كل حاجه واشترى برضه سائل تبريد. فبعد ما ركبنا الحزام الرجاله العواجيز قالوا هي دي روح طالب اليو كي يونيفرسيتي اوف كنتاكي الجامعه اللي انا فيها. قلت له لا والله دي روح طالب بالمصري بس عادي يعني. ركبنا الحزام شغلت السياره من الباور ستيرنج رجع البطاريه رجعت تتشحن كل حاجه تمام بس البتاع بتشر ميه. فوقتها فهمت ان الرادياتور اتفجر. فلما الرادياتور اتفجر ما اقدرش اتحرك. فاتصلت بامي الامريكيه اتصلت بيا قلت لها كذا كذا كذا. قامت قالت لي بالانجليزي يعني من الاخر قالت انت ازاي بتعرف تقع في مشاكل كده. انا بقول لها انا ما اعرفش ازاي بقع في مشاكل. اتصلت بواحد صاحبي اسمه لورنس قال لي والله يا طويل العمر ابوي قال لي ما اقدرش اجيبك. لورنس بالمناسبه فلسطيني او مولود انا في امريكا بس ابوه فلسطيني وامه عراقيه. قال لي مش هقدر اجيبك. بقول لك انا في نص لا شيء. فاتصلت بحد تاني قال لي ما اقدرش اجيبك. اتصلت بحد تالت ما اقدرش اجيبك. فقمت قلت ايه اللي بيحصل ده. كيلب بالمناسبه التيشيرت ده اللي انا لابسه ده تيشيرت الثانويه بتاع كيلب اخويا. بالمناسبه الثانويه دي هي نفسها اللي راحها توم كروز دي قاعده فخمه يعني بس المهم. فبعيدا عن كده كيلب اتصل بيا قال لي انا في كيلب عايز يخش المارين. فهو قال لي انا في تمارين بحريه وتاخرت عليهم هيقتلوني. فقلت له مش مشكله وامي الامريكيه قالت انا هتصل بالاب الامريكي يشوف لو يقدر يجيبني. ده قال لك انا في مقابله في الشغل هو فايس بريزيدنت في الشركه فما يقدرش يتحرك. والام الامريكيه قالت انا برضه في الشغل ما اقدرش اتحرك. فانا بقالي 6 ساعات في الحر اتحرقت مسلوخ. الراجل العجوز ده زهق مني يعني هو بيساعدني كتير قوي وزهق مني بس والله رجوله بطريقه مش طبيعيه ان هو راح وهو اللي دفع وهو واقف معايا و4 ساعات. وبالمناسبه انا وهو ما كناش عارفين نتواصل لان هو عجوز عنده 72 سنه من اعماق. انتوا عارفين الكانتري في امريكا الناس اللي بيبقوا عايشين على الطرق السريعه دول ما بيكونوش بيتكلموا اصلا. وانا عندي لهجه قويه يعني زي ما حكيت لكم في الفيديو بتاع انا ما كنتش عايز اشيل اللهجه بتاعتي لانها بتديني شخصيه. فانا عندي لهجه قويه فهو مش فاهمني اصلا يعني انا الاثنين بنتواصل بصعوبه لسه بنتكلم نفس اللغه بس بنتواصل بصعوبه. فبعد الموضوع ده قمت اتصلت بجونا انتوا فاكرين جونا وحكيت له. عمل لي طيب انا ما اتصلت انا باما وتايلر ومش عارف ايه. تايلر في الشغل اما في الشغل مش عارف ايه. فكل دول معاهم سيارات. جونا ما معهوش سياره فقلت له اتصرف. عمل لي طيب. راح جونا جاب واحده صاحبته معاه سياره وجابني. فجاب بوني انا اعرفها برضو يعني فجاب بوني وجابني وبس. هي دي
واللي حصل ان احنا سيبنا السيارة، وبعدين فضلت انا في لكسينغتون لغاية الليل. لما الليل جاء ام كيلب جات، اللي هي امي الامريكية، جات اخدتني ورجعتني لوفل. جابوا ونيت شال السيارة بتاعتي وحطها في الجراج هنا. تعالوا بقى اوريكم السيارة بتاعتي. بس اسفين على غرفتي متبهدلة، بس يعني نفتحها إن شاء. بالمناسبة أنا مش بإيدي أسيب الكلاب هنا ولا لا، ده بيتهم. ما أقدرش أعمل حاجة للكلاب، أسمع ما تقدرش يحصلني طبعا. المهم يا طوال العمر، هو ده الجراج. استنى المفتاح السيارة. رجعنا يا رجالة بعد ما لقينا مفتاح السيارة. المهم هي دي السيارة. فاللي حصل ده الرادياتور. شوف الحتة دي البلاستيكة دي متشالة، ومن ورا بلاستيك تورو متشال، بس أنا مش عايز أوسخ لهم الدنيا هنا. احتاج تاخد المروحة برا، مش عارف مين رماها تحت السيارة، بس يعني هي دي مروحة السيارة برضو. استنى أوريكم. ما يعلاش المشروب ده من يومها، اليوم المشؤوم. المهم كمان قريبا كنت بفتح الكبول بس. السقف ده بيرجع وبيطلع، انتوا شايفين السقف مفروض دلوقتي بس يطلع. ادي بحال بايد واحدة صعب كده. ايوه شوفوا، شايفين هي دي المساحة اللي عندي. هو ده الحزام اللي اتقطع، شايفين ماشي على كام حاجة. ده الالترنيتور، ده الووتر. استنى فين الووتر بامب؟ الووتر بامب هيكون في الحتة دي. المهم يعني ان هنا ده ايدلر، ده الباور ستيرنج. المهم يعني فشايفين المساحة ضيقة ازاي حتى وانا شايل المروحة. شايفين بتاع الكبير ده والمروحة دي كلها كانوا هنا، وانا كنت محتاج احشر ايدي في نص الحاجات دي، في نص ما الكبوت كان هيقتلني. المهم يعني سارة بتحاول تقتلني حتى بعد كل ده. المهم يعني ان احتاجت احشر ايدي وعرفت اركب الحزام. ومع ان الادوات قليلة استخدمنا عصاية عشان نعرف نعمل التنشنر وبس يعني. فدي السيارة. شلت الالترنيتور وطلبت واحد جديد وابقى اركبه. لو بتحبوا الحاجات دي، لو انتوا بتوع سيارات وكده عايزين انزل فيديو وانا بركب الالترنيتور، قولولي بسرعة عشان الالترنيتور هيوصل الجمعة وانا عايز احرك السيارة. بس يعني فبس هو دي السيارة، هو ده البتاع، هي دي السيارة اللي غدرت بيا. بس يعني قريب فبس نطلع نكمل الفيديو بتاعنا. هرجع لك يوما ما. في الباب الجراج الثاني. تصيحوا ليه؟ صح ليه؟ اكسل بالمناسبة مش هلعب معاك دلوقتي. دي تشيكا، انت عارفين عارفين الكلب اللي بيبقى شرس قوي ده؟ شوف ده محترم،
ده محترم مع انه هو افريقي لكن هو محترم. دي كلبة مكسيكية بتبهدل لنا الدم. سلم ولا ايه؟ حسب. المهم دي حبة بهدلاني حبة تانية. المهم هو مش هيرد ولا ايه؟ لسه بعتني اخويا. So you're on YouTube now, and remember what happened a couple of days ago? That I was just asking about thumbnails, so let's hear the story from his perspective. So I remember I was working, I was like finishing up on work, and I get a call from this dude, and he's kind of stressing about being stuck in the middle of nowhere, and so I asked him to call me back in like 10 minutes because I was about to finish work. حتى هو let me just mention this. حتى هو ما ردش علي. Even you didn't answer at that. So I called Lawrence and I called 1,000 people, but Yeah. this is the manliest guy right here. Carry on. Okay, and then so I finally called back after I got off work, and then I found out that this dude, he told me that the car radiator like exploded and that he's stuck at some church in the middle of nowhere in a place outside of Lexington. What was the place again? It was Versailles. Yeah. Anyway, so I'm like, okay, and then he Okay, no problem. Just a normal day. No, this dude's fine. He's chilling. He can stay at the church, you know. Yeah, I went to the church and I was like, yeah, I found Jesus, let me in. Actually, the church people were super nice. They gave me food and stuff. But like, I walked into the church and to clean myself up after I was like fully covered in grease. كنت متبهدل زيت. I went into the church and started to clean myself up. So I'm in the bathroom cleaning myself up, and there is this kid that walked in, and he literally panicked when he saw me. Like he saw a devil. I was like, yeah, just my car exploded in the road. Like, this is not the worst thing that ever happened to me. Just a normal day. But yeah. Yeah, so he told me that he needed help, but obviously, like, I don't have a car or anything. So, I asked Bonnie to help drive up and help you out. So, I The gave her a rescue message. team came, both him and Bonnie came. I went with her all the way up to Versailles and found you. Just a homeless guy in a tank top. Yeah, Burned the and, shit out. coming up to rescue you. Yup. Yeah, see? And, yeah, then we finally got there. I could see like there was like oil all over the ground below the car and stuff. It was kind of messy. And yeah, pretty much the car was just destroyed. So we can only like get you back out of there, and then come back for the car later. So I know we called your host mom and asked her to. Well, she offered to come down to get the car out of there, and also like help with all that stuff and get you back to Louisville. Yup. That's a whole lot of yap, and they know all this stuff. But I want just a special thank you to this wrestler that even without a car managed to get a girl to drive us to get us back. So all the respect. Actually, outside of the video now, all respect. But yeah, well, that was a nice recap, and yeah, say bye. Alright, farewell, YouTube. Well, see you, bud. Alright, Bye bye. see ya. المهم يلا دلوقتي نتصل على ست الحبايب رقم 2 أمي الأمريكية.
Hey, Mom. Hello. Hi. So, Mom, How are you? I'm good. How are you? I'm good. How are you? I'm good. How are you? So, Mom, you're on YouTube. You're on a YouTube video now. This call is recorded and will be monitored for quality insurance and for a YouTube video. So I'm filming a YouTube video about what happened a couple of days ago when I got stuck in on the interstate. So yeah, I want you to talk about it. So Okay. here you go. The mic is yours. Oh, what do you want to talk about? The phone call I got while I was at work? Yeah. Getting a stranded unson? Yep. You can just yap about how unresponsible I am. You can do whatever. About the fact I told you that belt was probably bad, and I'm gonna keep reminding you of. But anyway, Yeah. I was like, yeah, I just felt horrible. I felt bad for you being stranded, but I couldn't get to you for a few hours. So That's true. I mean, you got me at the end of the day, but I mean, yeah, this is yeah, this you is all called me at fine. work, and then I had appointments afterwards. So I was like, I couldn't cancel my appointments. That's true. So luckily that gave you time to get the belt changed and get a suntan. yep, I got a suntan. I felt like a white boy for the first time in my life. So Now you know how my son the ginger feels. yep, I didn't really scream at you. I was just frustrated. But I said, I get that you have an obligation. You feel obligated to help all your friends, even if it's outside of your wheelhouse. So that's why it's because I expect, you know how many troubles I get into, Mom, and how much I need help. So if I can help somebody so he can owe me one, so he can help me when I'm in trouble, that's good. yeah, he definitely owes you one for that. That's for sure. Yeah. Especially since he didn't even get his license. That's another YouTube. Yeah, that's another video on YouTube. I will get the car working. When I install the radiator, I will drive to Lexington, run him over, stop on top of his head, ram my car, and then go back to Louisville. Yeah, he'll call you again, need another appointment. So hopefully your car's running a little better by then. Yep. But like I said, you lucked out that guy was right there and he knew what he was doing to help you out and The old guy, able yep. to take you and Yep. yep. See, back home they think like Americans are all like, everybody care about his own stuff. But no, this guy was like guardian angel. He literally took me, bought the belt on his... He took me. I think that's the biggest thing about people from Kentucky. Everybody acts like we're slow or we're hillbillies, but we're just, for the most part, we do what we can to help other people. That's That's true. how I ended up with an Egyptian. That's true. That's how you ended up with an Egyptian son. And yeah, you guys are slightly hillbillies. Slightly. A little bit. Yep. But Thank yeah. goodness for you. Yep. All right. Well, Well, so let's not drive it out of town again for a little bit. yes. Fix first. Yes, ma'am. Yes, New ma'am. tires, new belts, new radiator, Radio. and then who knows what's next. Who knows? Maybe a new car. It'll be fine. It's a project car. Yeah. There you go. It's fun. It's fun to work on. Yeah, I mean that's what you're going to school for. You like to tinker with stuff, so there you go. Yep. Well, any last words? Oh Lord, I don't even know what I could. Start with. Is this PG? It's not BG. It's R-rated. You can start. you can curse as much as you want. I just want to say when you fuck up, you fuck up good. So know. I guess. other than that, Well, that's true. Anyway. So, thank you, Mom. Mustafa the Menace. Mustafa the Menace, the walkout. Prince is better, Mom.
I'm still on my stuff. But yeah, well, All right. thank you so much. I'll edit most of that to make me look awesome, and just you saying that I'm awesome, and I will use AI just to make you say that I'm awesome. And yeah, There you go. well, All right. نطلع نكمل الفيديو. فالمهم يا رجالة، هو ده كان الفيديو، هي دي القصة. ايه قطعت ليه بقى؟ حصلت قصص كتير. المهم ان الجامعة خلصت وانا كنت هومليس، ما عنديش مكان اقعد فيه المدة. بعدين جيت قعدت هنا، قعدت عند واحد صاحبي فترة، بعدين قعدت هنا. كان لسه لازم اظبط الاستوديو ده، يا رب يكون عجبكم عشان اعرف ابدأ تصوير. فاخدت مدة. بس دلوقتي يا رجال، بالمناسبة أنا عندي ماتش بوكسينج بعد شهر 10، وأنا مرعوب من الموضوع ده ولسه قاعد أجهز له. بس دلوقتي يا رجالة، بعد ما أنا عملت كل الاستوديو ده وعملت كل ده، على الأقل في فيديوهين في الأسبوع كده. لو ما وصلناش، عايزكم تنشروا الفيديوهات ونوصل 10,000 قبل ما الصيف يخلص، قبل شهر 8. لو وصلنا 10,000 قبل شهر 8 يبقى هنوصل 100,000 قبل نهاية السنة. وبس يعني يا رجالة، بحبكم وآسف على القطعة. وبس اكتبوا لي تحت عايزين تشوفوا ايه وبس. أنا عندي وقت أنزل فيديوهات زي ما أنا عايز دلوقتي. بالمناسبة النهاردة كان يوم ميلاد أختي، اكتبوا لها كل سنة وانتي طيبة في التعليقات. يعني عشان أنا بحبكم وانتم بتحبوني وهتسمعوا كلامي وبتاع. بس اطلعوا برا.